جيلي ستاري الأكبر والأفخم من عربيات جيلي اللي 5 مقاعد مش 7 مقاعد. دي النسخة الأفخم من عندهم. أغلى عربية صيني في مصر دلوقتي. طيب العربية دي قعدت تجربة معانا أسبوع، وكنا قلنا مش هنحكم ولا هنتكلم إلا لما نعرف بتقدم إيه من عيوب ومميزات. التجربة دي على مدار أسبوع جربنا فيها كل حاجة. جربنا استهلاك البنزين، السسبنشن، أداء العربية، ثباتها، مستوى البادي رول عامل ازاي، كل حاجه في العربيه. وكمان هنقول لكم البنفيتس اللي بتقدمها مجموعه ابو غالي مع العربيه، والاسعار والفئات وكل حاجه ممكن عايز تعرفها عن العربيه دي او عن منافس صيني جديد هتعرفها في الريفيو ده. خليك مكمل وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. جيلي ستاري العربية اللي معانا بقالها أسبوع، ودي التجربة المطولة بتاعتها. والعربية دي أول مرة شفناها كان قبل العيد لما دعينا علشان نستكشفها وناخد انطباع مبدئي عنها ونجربها تجربة صغيرة. ما قدرناش طبعا نحكم عليها حكم كامل، وده مش اللي يخليني أقول لك العربية دي بتقدم إيه. وكان ساعتها كمان العربية لسه ما اتسعرتش، فلما اتسألت عنها قلت لا، هننتظر نشوف إيه اللي هينزل وإيه التسعير. العربية دي دلوقتي اتسعرت ومعانا تجربة مطولة خدناها من توكيل أبو غالي، أحد التوكيلين اللي جيلي معاهم كتوكيل. وتوكيل أبو غالي مشهور طبعا إنه توكيل قديم وتوكيل جديد، ومعاه عربيات كتير زي جيب وزي ألفا روميو وزي جيلي وسوبارو، ومعاه عربيات كتير، ومشهور بانتشار مراكز الخدمة وتنوعها في محافظات كتير قوي وشبكة موزعين كتير. التوكيل بيقدم باكج مع العربيه دي هنتكلم عنها لما نيجي عند نقطه السعر. ولكن سعر العربيه دي عشان نبقى بنبتدي كده وبنتكلم بيبتدي من 1,649 الفئه الاولى، 1,749 الفئه الثانيه، 1,849 الفئه الثالثه، والفئه اللي معانا دي والاخيره الرابعه اللي هي فيها كل حاجه 1,929. فالعربيه دي بتتقدم بالاسعار اللي بقول لك عليها دي وبالفئات اللي بقول لك عليها دي، وكلهم بيجوا من اول فئه. اول فئه ما بتجيش 2 اير باج، بتيجي 4 اير باجز، وبتيجي فرش جلد وجنطه 18. تتدرج بعد كده حتى نصل لعدد الاير باجات الكامله 8 اير باجز، ومجموعه الدرايفر اسيست الكامله، والقياده شبه الذاتيه. هشرح لك ده في الفئه الاعلى اللي بنتكلم فيها، والاوبشن بتتدرج لحد ما تاخد سقف بانوراما وي كل حاجه يعني. لكن خلينا الاول نتكلم عن المواصفه الفنيه للعربيه دي. العربيه دي كنت قلت من 8 شهور انها جايه مصر، لكن كان في مفاوضات علشان تيجي بالموتور ال 1500 تربو، لانها مستحيل تيجي بالموتور ال 2000 اللي موجود بره. الموتور ده هتكون تكلفته عاليه جدا، وتكلفه الجمارك بتاعته كانت هتمنع التسويق للعربيه دي او بيعها في مصر. الموضوع هيبقى صعب، خصوصا ان دي الفلاج شيب بتاعته. فلاج شيب يعني العربيه الافخم والاكثر ثقلا يعني في البراند. فالستار راي هي العربيه اللي وصلتنا مصر بموتور 1500 سي سي مع 174 حصان و270 نيوتن متر عزم، موتور تربو طبعا، وفتيس دبل كلاتش 7 سرعات وتبريد زيت. فالفتيس ده اعتماديته اكتر تبريد زيت وليس فتيس دراي مش جاف، فالموضوع هيبقى مطمئن شويه. طيب لما نيجي نتكلم بقى عن المنظومه دي والاداء عامل ازاي، الاستجابه جيده. يعني الاستجابه جيده جدا على حجم العربيه اللي هو حجم العربيه اساسا اول مره شفتها اتخضيت ازاي العربيه مصنفه انها كومباكت اس يو في، والعربيه مش من الحجم المدمج خالص. العربيه تحسها ميد سايز، العربيه كبيره وضخمه لدرجه ان مساحات التخزين فيها لما نيجي نتكلم لسه الشنطه 650 لتر، شنطه كبيره قوي، وحتى مساحات الجلوس الخلفيه كبيره. الويل بيز دي يا جماعه جيلي واخداها من فولفو بالكامل، يعني منصه البناء والويل بيز وقاعده العجلات والكلام ده، المنصه كلها البلاتفورم كله جيلي واخداها من فولفو بالكامل. لان انتوا عارفين طبعا ان جيلي كعملاق استثماري ومعه اموال ضخمه يمتلك فولفو بقاله سنين، وده اللي خلاهم تطوروا قوي في الصناعه. وجيلي الاولى في الصين مبيعات، رقم 1 في المبيعات بعدد يتخطى 1,100,000 سياره مباعه. يعني جيلي البراند الاول في الصين دلوقتي، حجم استثماراته طبعا ضخمه جدا. فالعربيه دي البلاتفورم دي بالكامل من جيلي. منظومه الاداء في العربيه دي منظومه جيده، الاستجابه كويسه، الموتور ده ما خذلناش قوي، الموتور ده موجود في الكول راي الجديده ال4 سلندر، وموتور استجابته جيده جدا، وان كانت تقل سنه طبعا عن الكول راي لان العربيه حجمها ووزنها اضخم وابعادها وارتفاعها عن الارض والكلام ده، ومقاومتها للهواء طبعا اقل، وهنا مخلي الاداء اقل شويه من الكول راي.
بس الاستجابه جيده، يعني الموتور مش محبط خالص، استجابه جيده جدا. موجود اللاج بتاع التربو، لكن الفتيس كويس، الفتيس استجابته كويسه قوي. وانا مش متعود من العربيات الصينيه على استجابه، النقلات سريعه، فتيس مش بطيء الفهم، فالفتيس ده استجابته كويسه، مخلي العربيه دي المنظومه اللي فيها ومنظومه الاستجابه العربيه حلوه، ولما بتحط على سبورت مود بتبقى فايقه والدنيا معاها تمام، فانت لن تعاني. هتبقى عائليه اس يو في، ممكن مقارنتها بالكوريات مثلا سوتاج وتوسان، هتجد ان استجابتها جيده. لما نيجي نتكلم عن حته استهلاك البنزين، استهلاك البنزين زي ما توقعته تمام. انا جيلي ما كانتش فادحه قوي في قصه استهلاك البنزين دي، ويمكن ظبطوا الحته دي من زمان. ما ادوكش استهلاك اقتصادي، بس كان استهلاك متوقع، استهلاك مقبول، لان العربيات الجيلي بتيجي عافيه شويه. اخواتها قبل كده العربيات دي من تجربه الاوكافانج والكول فيو بتاع استجابتهم والريسبونس الاداء يميل للرياضيه شويه، فالعربيات كان استهلاكها يعتبر متوسط. العربيه دي ادتني من 8.4 على الوضع العادي، الكومفورت او التوفير الاقتصادي، ولما كنت بتعنف عليها شويه كانت بتديني 11 ونص، يعتبر استهلاك متوسط، ليس اقتصادي قوي وليس استهلاك فادح زي بعض الصينيات اللي لسه ما عندهمش ضبطه البنزين دي. فنقدر نقول ان استهلاكها هو المتوقع من عربيه بالحجم ده وبالارتفاع ده عن الارض وبالايروديناميكيه دي. فالاستهلاك بتاع البنزين بالنسبه لي ليس محبط وليس الافضل. دي وجهه نظري في القصه دي. لما نيجي نتكلم عن عفشه العربيه ورغم الجنط ال20 اللي في الفئه الرابعه، انا ما احبطتش الصراحه. عفشه العربيه كويسه، والعفشه المالتي لينك في الخلف قادره تمتص المطبات والحفر بشكل كويس قوي، والجنط ما فيش منه الدبدبه اللي تقلقك يعني او اللي تخوفك. العربيه لطيفه وعفشتها تميل كمان شويه للنعومه، ويمكن ده اللي بيحسسك شويه بالبادي رول او ميل البدن. ميل البدن هنا محسوس، وحجم العربيه يشفع، لكنه خطير لا مش خطير. ثبات العربيه في الخطوط المستقيمه ومع الميل او المنورات العاديه، لا انت ما تحسش انك هتتقلب او العربيه بترقص بيك او الكلام ده. لكن البادي رول اكيد محسوس، وفي اي اس يو في هناك نسبه احساس بالبادي رول طبعا، وده موجود. فانا بقول لك العفشه تميل للنعومه شويه، ولكن البادي رول هتحسه، ويعني الموضوع ده معزز الحته دي شويه. لما نيجي بقى نتكلم على مستوى الراحه في العربيه، مستوى الراحه في العربيه ممتاز الصراحه. قعده الكرسي مريحه، المساحات مهوله مش طبيعيه، يعني ممكن 3 افراد يقعدوا ورا عادي ومرتاحين جدا. مساحه الشنطه والتخزين الاكبر في الفئه والاكبر من المنافسين سواء الصينيات او الكوريات، 650 لتر ده رقم كبير جدا جدا، هيديك مساحات تخزين رهيبه، والعربيه دي تصلح لعيله كبيره. لما نيجي دي كمان نتكلم عن مستوى التكييف، مستوى تكييف العربيه دي مش الياباني لكنه ليس سيء، مستوى تكييف العربيه جيد. والنهارده اليوم حتى اللي بنصور فيه واحنا طالعين من اول التجربه وبنجهز التصوير والكلام ده، النهارده اليوم حر والشمس حارقه حتى الان يعني، فلا مستوى التكييف يعتبر كويس جدا وجيد وسط العربيات المثيلات الصينيه والكوريه، يعتبر مستوى جيد، لكنه ليس تكييف ياباني، مش اللي هو هيتلجك من اول ما تشغله، لا محتاج تمشي في مشوارك 10 دقائق او ربع ساعه على بال ما تحس انك انت جسمك خلاص اترطب والدنيا تمام يعني. لما نيجي بقى نتكلم عن باكج الاوبشن، فهتلاقي نفسك حدث ولا حرج يعني. شاشه كبيره 13.3، وشاشه المعلومات اللي قدامك العدادات، الشاشه اللي فيها معلومات كتير قوي برضو 10.3، فالمنظومه لطيفه. والكلاستر بتاع العربيه كله عموما مع الامبيانت لايت اللي بيقدر يشتغل مع الساوند سيستم الانفينيتي اللي موجود هنا، وانفينيتي براند تقيل. الساوند سيستم مش زي ما انت هتشوف الفخامه والاسم التقيل، الساوند سيستم حلو قوي قوي قوي، بس انا كنت متوقع من انفينيتي اقوى من كده، لكن هو ساوند سيستم حلو وسط العربيات الصينيه، يمكن الافضل كمان، لكن مش افضل ساوند سيستم ممكن تسمعه. العربيه فيها شاحن وايرلس، فيها كراسي كهرباء، وفيها ميموري سيتس موجوده جوه الشاشه بطريقه لطيفه، بتفضل فاكره البوزيشن القديم وتقول لك عايز ترجع له ولا عايز تادجست بوزيشن جديد. العربيه كمان فيها كراسي هيتد وفنتليتد، فيها فتحه سقف بانوراما بتفتح لحد النص، فتحه كبيره جدا، قطعتين، والقطعه الاولى اللي بتفتح لحد النص. الموضوع يعني في الكماليات زي ما بقول لك كده حدث ولا حرج. الهيدز اب ديسبلاي ممتازه، وزاويه رؤيتها وبعدها وكانها 3 دي كده جايه من بعيد مش طالعه على الازاز، فمدياك الداتا قدامك والمعلومات، والترافيك ساين ريكوجنيشن بيطلع عليها، كل علامات الطريق بتعرفها بدقه، حتى لو في اعمال حفر او الكلام ده تطلع لك عامل وبيحفر، ولو في السرعات بتاعه الطريق تطلعها لك، وتطلع لك اللين كيب اسيست
كمان الخطوط لما تخرج عن الحاره لو اللينك كيب اسيست شغال، لا لطيفه قوي، عجباني الهيدز اب ديسبلاي ويمكن مش موجوده في الفئه دي. فالموضوع بالنسبه لي كاوبشن وباكج اوبشن، لا العربيه لطيفه جدا في باكج الاوبشن اللي فيها، وسريه، شنطه كهرباء، يا فرش جلد بالكامل، مستوى الخامات جيد جدا. لكن في حته بلاستيك فوق انا مش فاهمها، الحته البلاستيك اللي هنا دي، لكن مستوى الخامات اللطيفه اللي شبيهه بالالكانتارا دي مع التبطين للابواب بالكامل الخلفي والامامي والستيتشنج اللطيف ومزج لونين في الانتيريور لطيف قوي. حته البلاستيك الوحيده اللي هتضايقك هي حته البلاستيك اللي فوق في الداشبورد من فوق اللي مش مفهومه ايه سبب وجودها يعني، لكن مستوى الخامات في العموم جيد قوي. لما نيجي نتكلم عن عزل العربيه، عزل العربيه وعزل مقصوره كويس جدا، وده راجع لمستوى الخامات الكويس، وراجع لان جيلي بقت بتتقن حته العزل دي ومن الشركات الصينيه الكبيره. لكن العزل الارضي مش جيد قوي، احساسك بالطريق واحساسك بالكاوتش وهو بيحتك بالطريق، ويمكن ده راجع لنوع الكاوتش، ورغم انه نوع جيد جدا ليس مشهور بالبلالين ونوع جيد ونوع الديورابيلتي بتاعته لطيفه الجودير، لكنه عن تجربه سابقه قبل كده ليس افضل انواع الكاوتش في العزل الارضي والاحساس بالطريق الكاوتش الجودير. فيمكن ده راجع لنوع الكاوتش، برجح ده لان من تجاربي السابقه قبل كده كان الكاوتش ده مش الطف حاجه يعني. طيب العربيه دي بقى قدمت لنا ايه والمضمون ايه في الاسبوع اللي قعدت معانا فيه؟ قدمت لنا مساحات كويسه جدا، قدمت لنا اللي بقول لك عليه ده مستوى من الامان كمان رائع، اللي هو انت عندك 8 اير باجز في الفئه الاعلى، وبتبتدي من اول فئه ب4 اير باجز وتتدرج. عندك كمان في العربيه اللي هي اللي معانا دي الفئه الاخيره مجموعه الدرايفر اسيست كامله، اللين كيب اسيست واللين ديبارتشر، بتقدر تسوق بجد في الحاره واكيرت قوي. جربت كمان الادابتيف كروز كنترول متميز، والامرجنسي سيفتي بريك فعلا لو حد قطع عليك اللين ما بينك وما بين العربيه اللي قدامك بتتدخل وبتوقفك وبتعمل ريديوس للسرعه وبتقلل السرعه. فالموضوع بالنسبه لي كان لطيف جدا جدا في مجموعه معاملات الامان دي، اكيرت قوي 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 في العربيه. فالامان حدث ولا حرج، بتاع برضه 7 8 انظمه للفرامل والثبات الالكتروني ومنع انقلاب وهيل ستارت اسيست وهيل ديسنت اسيست. فالموضوع كان لطيف جدا جدا في مستوى الامان. بصراحه باكج امان محترمه جدا، يمكن ما تجدهاش في المنافسين مثلا يابانيين او كوريين او بعض المنافسين حتى الصينيين اللي زيها. فالموضوع بالنسبه لي كان رائع يعني متميز. الكاميرات ال 360 كمان زوايا الرؤيه بتاعتها متميزه، والعربيه فيها شويه بقى حاجات دلع اللي هو لما تقرب منها تفتح لوحدها وتفتح المرايات وتنور. كمان الويلكم لايت اللي بيحصل قدام وورا، والعلامه المضيئه متميزه قوي من جيلي في الفئه الاخيره دي. ويعني الموضوع كده ايه، في شويه دلع حلو من اللي قلبك يحبه يعني. تصميم العربيه لطيف قوي، ويمكن تصميم كان كمان غريب علينا شويتين، ان العربيه جايه جريئه جدا كده وتحسها كادلك من قدام. وشوفوا حتى انا بنزل في مطب عنيف دلوقتي لامتصاص الجنط ال20 مع السسبنشن الكويس، لا العربيه تميل للنعومه، وهو ده اللي قلت لك يمكن يحسسك بحته البادي رول شويه. العربيه فيها دلع كبير وعربيه مضمونها جيد. العيوب اللي زي ما قلت لك عليها حته البلاستيك اللي مش مفهومه، العزل الارضي لم يكن الافضل. لو انت عايز عربيه موفره قوي في البنزين، هي ليست الموفره وليست الفادحه، هي المتوقع من عربيه عائليه بالحجم الكبير ده. وكمان انا كنت اتمنى ان ثمن العربيه دي يقل شويه، بس التوكيل ابو غالي عمل حاجه تعوض ده، عمل باكج بفلوس وبفلوس كتير قوي. لان انتوا عارفين ان النيجوشيشنز اللي ممكن ياخدها توكيل هنا مع الشركه الام علشان يعرف ينزل عربيه بزون سعري معين، والوضع العام حوالينا او الوضع اللي احنا فيه هنا عايشينه دلوقتي وسط السوق في مصر ليس الافضل في اسعار العربيات كلها. فانه يخوض مفاوضات في انه التسعير الاساسي للعربيه يعرف يعمل فيه حاجه، ده ممكن يكون صعب احيانا، لكنه ادى باكج كويسه قوي، ادى 7 سنين ضمان. وده مفرحني الحاجه، سواء انت هتشتري العربيه دي او مش هتشتريه. فرحان قوي ان احنا ابتدينا ندخل الحاله بتاعه عروض الخليج، 7 سنين ضمان او 250,000 كيلو، ده دلوقتي الضمان الاضخم في مصر. كمان مديك صيانات مجانيه لمده 5 سنين او 55,000 كيلو مجانيه بالكامل، قطع غيار ومصنعيات، وده رقم ومبلغ دلوقتي. الصيانات زمان اللي كانت بتتكلف حتى 50,000 او 60,000 25,000 او 30,000 جنيه اصبحت 60 و70 و80 و100,000 جنيه. فده رقم برضه. مديك وثيقه تامين شامله، اصلاح مباشر في التوكيل ضد الحوادث سنه،
ودي برضو برقم ومبلغ هديه مع العربيه. وعاملين برنامج خدمه عملاء ستار ري المميزين من ابو غالي، فخصومات على كل حاجه، على النانو سيراميك، على الاكسسوار، على حتى لندن كاب، خدمه التنقل الذكي اللي بيقدمها ابو غالي من زمان ومتميزين فيها. فعاملين مجموعه خصومات لطيفه، او عاملين مهندس متخصص هو اللي هيتابع معاك عربيتك، وموجود 24 ساعه للرد عليك في اي استفسار، وخدمه رود سايد اسيست او مساعده الطريق لمده سنه بدون عدد مرات معاك مجانا كمان. فمدين باكج كبيره، باكج بفلوس. في ناس تحب الخصم المباشر، وفي ناس لا، عايزه تريح دماغها وسط الظروف اللي بتحصل حاليا، ومش عايز يتحمل مصاريف، وشايل هم وثيقه التامين، وشايل هم الصيانات، وعايز لو عربيته حصل فيها حاجه حد يسعفه ويلحقه، قطع بنزين، حصل حاجه في الطريق، يبقى معاه ونش يساعد. الكلام ده بيحمل هم الكلام ده، فهيشوف دي باكج محترمه مدياله تخفيض يقارب ال 150,000 جنيه مثلا او ال 160,000 جنيه في افضل ظروف او افضل حسبه ليها، فكده هيشوف ثمن العربيه كويس. وفي ناس كانت عايزه الخصم المباشر، في الاخر الحكم الاول والاخير وبعد العيوب والمميزات وبعد الاستعراض الكامل للعربيه هو انت، وهذا هو مالك. لكن جيري ستار ري هي منافس جديد وعربيه جديده من توكيل ابو غالي، ودي البنفيتس اللي بتيجي معاها، ودي عيوبها ومميزاتها، ودي خلاصه تجربتنا بدون ما نطول عليك وبدون ما نرغي في كلام كتير. شكرا، وكان معاكم محمود خير.